نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كده. الاكتيفيتي الجميل ده بيقول the unequal heating of earth. الأرض ليها نوعين من المكونات land water. تعالى ندي لكل حاجة من دول في تجربة لطيفة جدا. هنروح نجيب فيها ساند ونجيب فيها ووتر، هنجيب ستوب ووتش، تو ثرمومترز، ريدنج لامب اللي هي الأباجورة. خلاص، أبدأ إن أنا أحط نفس الكمية تقريبا من الساند والووتر، حوالي 10 سنتيمتر. ابدا احط الثرمومتر بتاعي في كل بيكر، وبعدين ابدا اشغل الريدنج لامب بتاعتي لمده 10 minutes. المفروض ان انا في البدايه الثرمومترز هتديني تمبرتشر معينه، بعد شويه ابدا الاقي ان التمبرتشر دي بتزيد ولا بتقل. مع تشغيل اللمبه ايه اللي هيحصل؟ هيتنج ولا كولينج؟ هيتنج. وبالتالي المفروض ان التمبرتشر هتزيد، وهبدا ان انا اعمل ريكوردنج للارقام اللي بتحصل لكل دقيقه. مثلا هنبدا نشوف التمبريتشر بتزيد قد ايه، وهنبدا نسجل الكلام ده. وبعدين هنعمل تيرنينج اوف للريدنج لامب، وهنبدا نرجع نريكورد التمبريتشر مره ثانيه every minute for 10 minutes. يعني على مدار ال 10 دقائق اللي انا مشغل فيهم اللامب بيحصل زياده في التمبريتشر، وعلى مدار ال 10 دقائق اللي انا طفيت فيهم اللمب هيحصل decrease in temperature. بس هل يا ترى الانكريز والديكريز اللي بيحصلوا في الساند زي الووتر تتوقع هيبقى هو؟ اكيد الوضع هيبقى مختلف. طب ليه وهيحصل ايه؟ تعال نبص على الارقام واللي هتتكلم لوحدها. بص حضرتك معايا كده، التيبل اللي قدامي ده والدياجرام اللي قدامي ده بيوضح ايه؟ بيوضح the different temperatures when the reading lamp is on. لما كانت اللمبه منوره، التمبريتشر بتاعت الساند على مدار ال 10 minutes حصل عندها زياده من 26 ل 45. ماشي، بدات الحكايه بسيطه خالص، بيحصل increase gradual للتمبريتشر. اما في حاله التمبريتشر اوف ووتر فكانت من 21 لكام؟ ل 26. يعني التمبريتشر زادت قد ايه هنا؟ 5 degrees. وهنا زادت كام؟ حوالي 20 degrees. فمين اللي زاد عنده التمبريتشر بسرعه؟ الساند. ماشي. ومين زاد عنده كتير؟ الساند زادت عنده بسرعه وكتير. الووتر زادت، بس زادت حاجه بسيطه وبشكل بطيء جدا. كلنا واخدين بالنا من الحكايه دي. ده في حاله ان اللامب كانت اون. طب تعالى نشوف ايه اللي حصل لما اللامب بقت اوف. بص معايا كده، هتلاقي ان التمبريتشر اوف ساند على مدار ال 10 minutes نزلت من 44 ل 37. نزلت حبه كتير، وايه، وبرده يعتبر بسرعه مقارنه بالتمبريتشر اوف ووتر اللي فضلت اول 4 minutes محتفظه بنفس التمبريتشر اللي هي 26. وبعدين 2 minutes 25، وبعدين اخر 4 minutes كانت 24. معنى كده ايه؟ معنى كده ان هنا حصل decrease in temperature وهنا حصل decrease in temperature. في حاله الساند يحصل الديكريز بسرعه زي ما حصل الانكريز بسرعه، وبيحصل ديكريز كتير زي ما حصل انكريز كتير. تمام، على عكس الووتر اللي برضو كان الانكريز فيه بطيء وقليل، الديكريز فيه بطيء وايه؟ وقليل. معنى كده ايه يا جماعه؟ معنى كده ان الساند is heated up faster than water، ومعنى كده ان الساند is cooled off faster than water. يعني الساند بيسخن اسرع وبيبطأ وبيبرد اسرع برضه. زي معدلات الزياده في التمبريتشر او النقص في التمبريتشر اكتر، بس في نفس الوقت هو بيسخن اسرع وبيبرد اسرع. اتفقنا؟ وده اللي يفهمك الظاهره اللي احنا اتكلمنا فيها، ان انت تبقى بتتمشى على رمله سخنه معرضه للشمس، واول ما تحط رجلك في الميه تلاقي الميه
ولا الميه بارده صح؟ مش تبقى ماشي على الارض بتاعت اللي حوالين البسين، تلاقي الارض مولعه نار، اول ما تحط رجلك في البسين تلاقي الدنيا بارده، مع ان الاثنين بيتعرضوا لنفس الشمس والاثنين في نفس الاتموسفير. لكن اختلاف الساند عن الووتر هو اختلاف اللاند عن الووتر، اليابس والميه استجابتهم لتغيرات التمبريتشر اللي بتحصل على الارض مختلفه كتير. يلا يا عم انس نقرا الكونكلوجن بتاعتنا الجميله دي، بنقول ايه؟ ها يلا يا بابا. When the lamp is on, this stimulates daylight, and when the lamp is off, this stimulates night. يعني وقت النهار ووقت الليل. The effect of thermal energy of the sun on land differ from that on water. سبب الحكايه دي بسيط، هو اللي change of air temperature. change of air temperature اللي كان بيسبب الكونفكشن في حاله مين ومين؟ في حاله اللاند اور الووتر ارياز. قلنا دايما ان اللاند ارياز والووتر ارياز ممكن نبقى بنفس المكان بس عندنا different changes in temperature، يخلي الهواء عندنا الهواء الهوت بيطلع لفوق بالكونفكشن ويجي مكانه هواء ايه؟ هواء كولد، يقوم يسبب حاجه اسمها الويند زي ما قلنا المره اللي فاتت. خلاص كده ده البارت اللي كان باقي من الليسون اللي فات. طيب برضو اثباتا للنقطه الجميله بتاعت ان when the air is heated it expands and its molecules become less dense and it moves upwards or moves up, and when air is cool it contracts and molecules become more dense and move down. خلينا نعمل تجربه بسيطه توضح حكايه الكونفكشن بحاجات بسيطه انت تقدر تعملها في البيت. عارفين بتاعت الزينه اللي هي البيبر سبايرال دي؟ تمام. وممكن نشوف اي لايت بالب عندنا زي مثلا بتاعت الاباجوره اللي كانت معانا من شويه، والتالكم باودر اللي هو الباودر بتاع بودره التلك اللي كنا بنحطها لاخواتنا الصغيرين. تمام. او ممكن نجيبها من الصيدليه، دي متوفره باودر. خلاص جميل كده وخفيف جدا. هعمل ايه في التجربه دي؟ اشتغل على حضرتك يا فندم بس ركز معايا. قال لي sprinkle talcum powder over a cool light bulb، وبعدين بعد ما نرش عليها شويه باودر دي turn on the light bulb، ونشغل اللمبه. ماشي. يقول لي ايه اللي بيحصل لو البالب بتاعتي اوف؟ التالكم باودر spreads and interferes with cooler and more dense air around the light bulb. يعني هتلاقي ان الهواء بياخدها وبتبدا انها تنزل لتحت لان الهواء بارد حوالين اللمبه، وبالتالي مفيش اي تغيرات في التمبريتشر. الهواء اللي حوالين اللمبه مش مختلف في درجات الحراره. اول ما بشغل اللمبه بتاعتي بيحصل ايه بقى؟ When the light bulb is on, الباودر rises above the light bulb. يعني هبدا الاقي الباودر بيطلع لفوق. هو الباودر بيطلع لفوق ليه؟ مين فاهم الباودر بيطلع لفوق ليه؟ عشان الاير عنده لو دنسيتي. جابها منين؟ ليه الاير؟ ما هو الاير من شويه كان عنده هاي دنسيتي. الثيرمال انرجي بتاعت البلب لما اللايت بلب اشتغلت، الثيرمال انرجي طلعت سخنت الهواء السخن ده قام واخد معاه الباودر وعمل موفينج ابورد. اتفقنا؟ مفهومه؟ تمام. So when the light bulb is on, powder rises above the light bulb because light bulb in this case releases heat. وطالما انها بتريليز heat ده بيخلي الاير above it to rise and carry the powder with it. طيب التجربه الثانيه ودي اسهل بكتير، لان بعض الناس ممكن تقول لي انا مش هقدر اشوف الباودر بعيني. قال لك بسيطه خالص، تعالى نروح نجيب يلا البيبر سبايرال ده ونحطه فوق اللمبه وهي مطفيه. حصل حاجه؟ لا. when the light bulb is off البيبر سبايرال doesn't spin، يبقى ثابت في مكانه زي ما هو. يلا نروح نشغل اللمبه. when the light bulb is on the paper spiral spins. ايه السبب بقى في السبيننج؟ ان الهواء بيتحرك. طب احنا ليه جايبين باودر في التجربه الاولانيه وليه جايبين هنا السبايرال في التجربه الثانيه؟ عشان اقدر اشوف
تاثير حركه الايه؟ الهواء، لان الهواء ما بيتشافش. الهواء السخن والبارد اللي طالع ونازل ده بيتشاف؟ محدش بيشوفه. انما لما شفت الباودر اللي بيطلع لفوق، او لما شفت السبايرال اللي بيعمل سبيننج، ويجي يسالك في الامتحان هو ليه هنا السبايرال عامل سبيننج، قول له because air around the paper spiral expanded became hot so air molecules become less dense and moved upward while the cooler and the denser air اعكس بقى كل الكلام اللي اتقال move ايه downward عشان يعملوا لنا convection current that makes the paper spins without stopping زي ما في الحالة الأولانية خلى الباودر يتحرك لفوق. صعب الكلام؟ طيب ايه الكونكلوجن اللي اطلع بيها من التجربتين اللي احنا قلناهم دول؟ نقدر نقول ان في موفمنت اوف اير ولا ما فيش؟ في، وان الموفمنت اوف اير depends on the air temperature. دايما الموضوع كله معتمد على الاير temperature، لان الورم اير موفز او rises up والكولد اير فلوز داون وبيريبليس الورم اير، يعني بياخد مكان الورم اير. دايما ما دام فيه ورم اير طلع لازم يجي مكانه كولد اير، ما ينفعش في منطقه ما يبقاش فيها اير، لازم تتعوض على طول بكولد اير. طيب الفيرتيكال موفمنت اوف اير اب اند داون دي بنسميها اير كارنت، اللي هي الحركه بتاعت الهواء لفوق والتحت، اللي هو الورم لفوق والكولد لتحت. انما الموفمنت اوف اير بشكل هوريزونتال دي بنسميها ويند، حركه الهواء بشكل افقي دي اسمها ويند. انما راسي لفوق ولتحت ده اسمه ايه؟ اسمه air current. The differences of air temperature of areas that are close to each other on earth بتأفكت the speed of air current، يعني سبب اختلافات درجة الحرارة في أماكن مختلفة قريبة من بعض على سطح الأرض بتسبب سرعة الاير كارنت بتختلف، السبيد اوف ويند كمان بتختلف، والدايركشن اوف ويند زي ما قلنا المرة اللي فاتت انها دايما بتتحرك من مناطق فيها هاي اتموسفيريك بريشر لمناطق فيها لو اتموسفيريك بريشر. بس يا مستر الراجل هنا بيتكلم عن التمبريتشر وانت بتقول لي اتموسفيريك بريشر، هو في علاقه بين الاثنين؟ ايوه في علاقه بين الاثنين، التمبريتشر والاير الاتموسفيريك تمبريتشر والاتموسفيريك بريشر الاثنين ليهم علاقه ببعض. اقسم بالله انت اسطوره، انت ما حصلتش. يلا بينا. طيب اخر حاجه عندنا اكتيفيتي سهله خالص. عندي تولز فور فوركاستنج النهارده عشان الميتيورولوجيست يقدروا يعملوا accurate predictions او يقدروا يعملوا توقعات سليمه بالنسبه لموضوع الويذر او الطقس. بنستخدم الطريقه اللي شرحناها المره اللي فاتت، collecting data عن ايه؟ بنجمع الداتا عن ايه؟ عن التمبريتشر، عن atmospheric pressure، عن الهيوميديتي، عن الويند وغيرها وغيرها من الويذر كونديشنز. وطبعا كل تول من التولز اللي موجوده عند الميتيورولوجيست بتساعده يجمع داتا عن حاجه من الحاجات دي. مستحيل يبقى عندنا تول بتجمع الداتا دي كلها. عشان كده الميتيورولوجيست بيستخدموا different tools. اولهم هو الانيموميتر. والانيموميتر دي زي ما اتعلمنا واحنا في جريد 2 هي اللي مسؤوله عن الميجرمنت اوف ويند ايه؟ ويند سبيد. الناس اللي عدت على جريد 2 عارفه انا بقول ايه. خلاص؟ طبعا معانا ناس هنا معاهم دكتوراه ما حضروش، يعني هم جم على الساينس على طول. شايفني؟ 100 100. طيب الويذر رادار ايه ده؟ ده اسمه ايه؟ مالناش دعوه بالرادارات بتاعت الطيارات والبتاع، لا الويذر رادار ده شغلته ايه؟ بيديتكت الانتنسيتي اند سبيد اوف بريسيبيتيشن. الله عليك، لا احنا مالناش دعوه بالدبان برضه. بريسيبيتيشن دي حاجه تبص لايه؟ الامطار يا فندم، وتقص حركه الثاندر ستورمز اللي هي العواصف الرعديه والهوريكينز. انما الرادارز الثانيه بتاعت الطيارات والمجال الجوي والكلام ده احنا مالناش علاقه بيه. احنا بنتكلم عن ويذر رادار، ده اسمه ويذر رادار. خلاص؟ في عندنا جهاز كده انت لو شفته هتقول ايه ده؟ ده برطمان. هو حاجه تشبه البرطمان كده اسمه الرين جوج. خلاص؟ الرين جوج ده بيبقى عباره عن كونتينر جراديويتد بيتجمع فيه ميه المطر
وبنبدا ان احنا نعمل بيه ميجرمنت للاماونت اوف رين ان ا certain اريا عشان نعرف كميه المطر اللي نزلت في المنطقه دي قد ايه، وبالتالي نقدر ندي نصايح للناس المزارعين اذا كانوا يرووا الاراضي الزراعيه دي امتى، او اذا كانوا هم مثلا ياجلوا الري بتاعها ويعتمدوا على الميه بتاعه المطر دي فقط، او اذا كانوا هيزودوا معدلات الري. كل ده بناء على الارقام اللي بتطلع من الديفايسز. الخلاصه، عشان احنا اتكلمنا قبل كده عن الثرمومترز اللي بتقيس التمبريتشر، اتكلمنا قبل كده عن الباروميترز اللي بتقيس الاتموسفيريك بريشر. دي another weather forecasting tools ومهمه، ويضاف اليها الكام جهاز اللي احنا قلناهم دول. عندي عنوان new precipitation occurs. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تعالى نتخيل مع بعض السيناريو ده لما يبقى عندي small water droplets are formed in a cloud. طول ما الwater droplets دي are small, الاير can hold them up. الاير هيقدر يشيلهم طول ما هم small وخفاف ولزاز. طيب but as water vapor continues to condense, the droplets becomes bigger and heavier. يعني ايه؟ يعني مع استمرار الكوندنسيشن الووتر دروبلتس صغيره بتتحول لووتر دروبلتس اكبر في الحجم واتقل في الوزن، وبالتالي الجرافيتي بتعمل بولينج لهذه الهيفي ووتر دروبلتس او البيج ووتر دروبلتس toward the toward the ground، وبالتالي يحصل precipitation. اذا لو جيت اسالك في الامتحان how does precipitation occur؟ دي اسهل، او how rain falls، دي اسهل طريقه تعبر بيها عن الرين فول وعن البريسبيتيشن. ما تنساش ان السنو بيبقى formed when air in clouds is cold enough to change water from liquid state into solid state او ice، اللي احنا بنقول عليه بنقول عليه ice crystals. اسمها ايه؟ ice crystals that fall to the earth's surface in the form of snow. طول ما هي بتبقى صغيره، حبات الثلج دي بتبقى صغيره، فبنقول عليها سنو. ده ما بينزلش يعورك، يعني ما بنقولش عليه ايس في هذه الحاله، بنقول على الكريستالز ايس كريستالز. وبنسمي الحاله دي المطر اللي بينزل بصوره سنو ده بنسميه ايه؟ سنو فول. في اي مشاكل الكلام ده؟ صعب الكلام ده؟ لا. الف مبروك يا فندم.